السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم اخواتي، عاملين ايه؟ ان شاء الله بامر الله هنعمل النهارده جلاش محشي بالكنافه بطريقه سهله وبسيطه، والطريقه دي جميله جدا جدا وهتبقى سهله عليكي ان شاء الله. يا رب الطريقه تعجبكم، مش هتاخد معاكي وقت، سهله وسريعه، ويا رب يا رب الطريقه تعجبكم. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه طبعا هنعملها بامر الله الشربات اهو زي ما احنا شايفين. نجيب بقى حله وهنحط فيها كوبايه ونص سكر وكوبايه ونص ميه. الشربات طبعا ما بيبقاش لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، تمام، بيبقى وسط، عشان خاطر لو عملتيه خفيف قوي هيبوش الجلاش من جوه ومش هيبقى حلو، ولو عملتيه تقيل قوي طبعا مش هيسقي الجلاش حلو. احنا ايه هنعمل ايه؟ ادي حطينا كوبايه ونص سكر زي ما احنا شايفين، وحطيت دلوقتي هحط دلوقتي كوبايه ونص ميه همت. خلاص طبعا احنا كلنا عارفين الشربات بتعمل ازاي، بس انا قلت ايه اعمله معاكم ان شاء الله. ان شاء الله يعني يبقى حلو، لانه بصراحه كان الاول بيبوظ مني وبيسكر مني، وكان بصراحه كنت بتبهدل في موضوع الشربات ده، بس الحمد لله ابتديت ايه يعني بقيت اظبطه زي ما احنا شايفين. بنقلب بالراحه زي ما احنا شايفين اهوت، ما تحاوليش ان انت تقلبي جامد عشان السكر ما يبقاش على الحروف، لان لما السكر بيطلع على الحروف فوق بيسكر الشربات. هقلبه شويه بس بسيطه كده، وبعد كده هحط له بقى ايه عصره ليمونه وشويه فانيليا صغيرين. لو ما عندكيش ليمونه ممكن تحط شعره ملح ليمون، وبرده لو ما فيش فانيليا ما فيش مشكله، بلاش خالص، ما فيش اي مشكله، تمام. اديني حطيت الفانيليا وحطيت الليمون، وهبتدي ان انا اقلب برده شويه، وهولع عليه النار واسيبه يستوي مع نفسه ان شاء الله. ياخد مني 10 دقايق لو معلوش عصير جلوكوز، لو عليه عصير جلوكوز بيبقوا 8 دقايق. ادي معايا اهو لفه جلاش زي ما احنا شايفين، انا لفاها في كيس عشان ما تنشفش. بصوا بقى يا جماعه انا عملت ايه. انا فكيت الجلاش وطبقته زي ما انتم شايفين. بصوا التطبيقه دي حلوه جدا، تسرع معاكي الوقت، تسرع معاكي على طول، ما تاخديش وقت وانت بتعمليه. لازم تلفيه برده كده في الكيس بتاعه او في فوطه. هنا كان عندي شويه كنافه فاضلين من صينيه كنافه، تمام. انت لو عندك كنافه في الفريزر عادي ما فيش مشكله، ممكن تطلعيها وتسيبيها لما تفك عشان تعرفي تحطي الحشوه من جوه. ما ينفعش تتحط مجمده، لان احنا لو حطيناها مجمده هتعجن الجلاش من جوه. زي ما احنا شايفين دي لفه جلاش، انا رجعت اقول لكم تاني انا قسمها نصين. يعني انا جايبه لفه الجلاش مثلا انا وانا بفتحها عملتها لقيتها 18 ورقه، ماشي، ده نص كيلو، بس لقيتها 18 ورقه. 18 ورقه قسمتها نصين، 9 و9. خلاص هنا السمنه زي ما احنا شايفين. بصوا السمنه، والله انا السمنه دي كنت مسيحاها، بس بصوا ابتدت تعمل ازاي شويه كده، هو مسيحها تاني. جو ساقعه اصلا، فالحاجه بتعمل على طول، السمنه بتجمد على طول اهو. بصوا يا دوبك يعني بلحسها كده، او مش بلحسها يا ربي، بسقسها كده بسيط خالص بالسمنه، مش كتير. بعمل كل ورقه ليه؟ عشان يبقى مورق معاكي ويبقى مقرمش من بره وطري من جوه. معلش بقى ما تاخذونيش بقى في بسقسه او بلحس دي، معلش انا بتكلم بطبيعتي يا جماعه والله. زي ما احنا شايفين بصوا اهو بدهن كده زي ما احنا شايفين اهو. رجعت اقول لكم بدهن دهنه بسيطه بالفرشه، بدهن دهنه بسيطه سمنه، ما بكترش عشان ما يبقاش دسم وتقيل عليك. اي سمنه عندك استعمليها. ما عندكيش سمنه مثلا تكفي، ممكن تحطي نص سمنه ونص زيت. انا كل اللي استعملته في الجلاش في الدهن ولما سقيته بالسمنه، كل اللي استعملته كوبايه سمنه كبيره، اللي هي المج بتاع الشاي الكبير، كل دوت بس مش اكتر من كده. ممكن تحطي نص زيت ونص سمنه، بس زيت نضيف، بلاش يعني معلش زيت التموين عشان ما يبقاش ليه طعم وريحه كده مش لطيفه. يعني انا حطيت له شويه زيت ذره وشويه سمنه بس، والله كان جميل، ما فيهوش اي حاجه. بصوا بقى الورقه، بصوا عشان كده بقول لك اعملي ورقه الجلاش بالطريقه دي.
لما تعمليها بالطريقه دي هتسهل عليكي كتير، بدل ما انت مثلا ما تطلعي لفه الجلاش وتفضلي وانت بتاخدي ورقه ورقه تلاقيه بيتقطع وبيتبهدل منك. لا، زي ما احنا شايفين اهوت. برضو بدهن دهنه بسيطه اهو من السمنه، وهبتدي ان انا برضو ايه هقسمه. طبعا زي ما قلت لكم انا قسماه، هعد طبعا كده لحد ما اكمل مثلا نص لفه الجلاش، وبعد كده اكمل النص التاني اهو زي ما احنا شايفين. بصوا بجد طريقه حلوه قوي الطريقه ديت، وسهله زي ما احنا شايفين اهوت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اهو زي ما احنا شايفين. بصوا انا قمت سيحت السمنه لان كانت جمدت، الجو كان ساقعه فعلا، فاهو. وهبتدي برضو احط الورق تاني، كل ورقه بحطها بدهن شويه سمنه بسيط مش كتير اهو. الورقه بجد طلعت مورقه وطريه من جوه وجوسي جوسي كده، وطريه من جوه ومن بره مقرمشه، مش ناشفه لا مقرمشه. بس في كام غلطه كده انا غلطتها وانا بعمل، هقول لكم برضو عليها، معلش مش مشكله بقى، يعني القلم بيغلط، بس لازم اقول لكم برضو على اخطائي اللي انا ايه وقعت فيها عشان ما حدش يقع فيها. بصوا دي ورقه مقطوعه بس في موجوده الحته بتاعتها برضو اهي جنبي، هي رحت حطاها. بصوا مفيش حاجه بتترمي، كله بص نتصرف في اي حاجه. هدهنها برضو اهي برضو دهنه بسيطه، وهنحط بقى طبعا اخر ورقه ان شاء الله. يا رب الطريقه تعجبكم يا رب وتكون سهله حبايبي واخواتي وصحابي. ربنا يسعدكم يا رب، كل اللي بيخش يشوفني وكل اللي بيخش يعمل لي لايك ربنا يسعده ويفرح قلبه يا رب. طبعا دي اخر ورقه مش هدهنها دلوقتي. بصوا بقى هنعمل ايه، هنجيب الكنافه هنعملها بالعرض مش بالطول زي ما انا كنت عامله، لا ده عرض الورقه. هنحط بقى الكنافه زي ما احنا شايفين اهو، زي ما انا قلت لك لو عندك في الفريزر مفيش صبحه مثلا ممكن تطلعيها تسيبيها تفك وتعملي بيها اهو. تحط بقى الكنافه على قد ما انت عايزه تحطي. مثلا دول كانوا تاني يعني مش هقول لك ربع، لا كانوا بتاع 8 كيلو كنافه اهو زي ما احنا شايفين. بصوا انا حطيت هنا مكسرات، لو انت مش عايزه تحطي مكسرات ما تحطيش، بس انا قلت ايه احط برضو ايه شويه مكسرات فيها يدوها طعم، بس لو مش عايزه بلاش، ممكن بالكنافه بس اهو زي ما احنا شايفين. طبعا انا كنت عامله معاكم صينيه الكنافه، وشكرا للي دخل شافها، وشكرا برضو اللي ما شافهاش، مفيش اي مشكله، الله المستعان. انا بعمل اللي عليا بجد لان القناه دي تعز عليا قوي قوي قوي، وبجد مش هقدر استغنى عنها، بحبها وهتبقى ذكرى مني، ذكرى ليا بعد كده. يعني هعمل بقى التانية بنفس الطريقه وارجع لكم اهو. بصوا انا عملت اللفتين زي بعض، بس بصوا بقى الغلطه بتاعتي ان انا هنا قلت هعمل صبعين على سنه تبقى صغيره، طلعت كبيره. ما هي مش هتبقى وحشه ان هي تعمل تستوي، لا هتستوي، بس لا حاسه ان الحجم بتاعها كبير. دي الغلطه اللي انا غلطتها، وقلت ايه هصغر شويه. تمام. الغلطه بقى التانية اللي انا غلطتها ان انا قطعت الكنافه الجلاش قصدي على المفرش ده، والمفرش ده انا كنت لسه جايباه للاسف، كنت لسه جايباه اتقطع مني، قطع بتاع 4 5 قطعات كده، بس قلت مش مشكله الحمد لله على كل حال. برضو هخليه هينفع بقى ايه للعجن، لان فعلا هو ينفع للعجن، بس انا نسيت ساعتها اجيب مثلا القطاعه بتاعتي واحط الجلاش عليها واقطع. انا ما تخيلتش انه هيوصل للمفرش، يعني انا ما تخيلتش ان السكينه هتوصل، بس يلا الحمد لله على كل حال، الله المستعان مش مشكله اهو زي ما احنا شايفين. بصوا هنبتدي نرصها، انا رصها الناحيه التانية على فكره، ابتديت ان انا ارص اهو. بصوا بظبط الدنيا عشان يبقى كله مستوى واحد، ما تبقاش واحده عاليه وواحده واطيه
او ما تبقاش واحده كبيره واحده صغيره. بس زي ما قلت لكم حاولي ان انت تجيبي سكينه حاميه شويه عشان تظبط لك، لان السكينه ديت ضايقتني شويه في التقطيع. وغير كده ما تقطعيش على المفرش السيليكون، النبي ما تقطعي على المفرش السيليكون. يعني صعبان عليا والله. الحمد لله زي ما احنا شايفين انا خلصت. هبتدي بقى اسقي. بصي هتسقي كل واحده معلقه سمنه صغيره، يعني مالكوش دعوه بالكبشه اللي انا بعمل بيها دي. الكبشه اللي انا بعمل بيها دي طبعا انا بحبها لان هي ليها بوز، فبتنزل على الحاجه بس يعني باسهل طريقه. فزي ما احنا شايفين بصوا بتاخدي شويه صغيرين. ليه بتحطي بقى في النص؟ عشان خاطر الكنافه تستوي من جوه، لان احنا حاطين الكنافه نيه، فعشان ما يبقاش الجلاش مستوي والكنافه نيه من جوه. اهو زي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله تحفه اهي. يلا بقى نخش ندخلها الفرن وبعد كده اوريها لكم اهي. بعد ما طلعت من الفرن طبعا سخنه والشربات بارد. بصوا الشربات اهو لا تقيل ولا خفيف، برضو نفس الكبشه اللي انا بعمل بيها. وهنزل بقى بالشربات واسقي كل حتت الجلاش بيها علشان كلها تاخد من الشربات وتبقى طريه وجميله كده. بصوا هي بجد كانت طريه جدا من جوه ومن بره مقرمشه وكانت تحفه. وعايزه اقول لك يعني مش هقول لك بقلاوه، لاني بصراحه انا لسه ما اتعلمتش اعملها. انا ان شاء الله نفسي اتعلم والله اعمل البقلاوه دي. فبصوا هي شكل البقلاوه بس طعمها كان جميل والله. يعني كل اللي كل منها الحمد لله عجبته والله، وافتكروها ان انا جايباها من بره. قلت لهم لا والله ده انا اللي عاملاها في البيت ولله الحمد. يعني انا ما بحبش اجيب الحلويات من بره بصراحه، بيبقى بقى عليها عسل كلوكوز كتير وحاطين سمنه بقى ما تعرفيش، الله المستعان. بس كده حلو. العسل الكلوكوز مش وحش، هو العسل فكره العسل الكلوكوز فكره العسل الكلوكوز ان انت بيقولك لما بتحطيه على الشربات ما بيسكرش بتاع الشربات. بس احنا لو عملناه مظبوط مش هيسكر مننا، يعني مش هيجراله حاجه. هشوف بقى واحده معاكم اهيت. بصوا انت عينك هتقول. بصي طريه جوه طريه من بره مقرمشه وجميله. هدوقها قدامكم اهو، بجد كان طعمها تحفه زي ما احنا شايفين. بصوا هوريها لكم بقى من جوه عامله ازاي اهي. بصوا بسم الله ما شاء الله تحفه بجد. وكل اللي كان منها شكرني وقال لي جميله وتسلم ايدك. تسلموا يا رب، ربنا يعزكم. وان شاء الله يا رب الطريقه تكون عجبتكم. ويا ريت ما تنسونيش بقى في الشير واللايك وتفعيل الجرس عشان يصلك كل جديد مع قناه يومياتي انا وبناتي سوسو كمال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.